الكوبايه دي ما فيهاش قهوه، كده بقى فيها قهوه ولازم قهوه علشان نكمل مع بعض بقيه اليوم بتاعنا. يلا بينا بقى نبتدي مغامره جديده ويوم جديد مع بعض ونتسلى مع بعض شويه. اول محطه عندي هي اني اجهز الماتيريال، لان احنا عندنا يوم طويل جدا النهارده، شغل ودراسه وحاجات كتير، فيلا بينا مع بعضينا. يلا بينا نروح في الطريق بتاعنا. الاول عندنا كورسات بدري جدا جدا، المفروض اول حاجه الساعه 8 الصبح، فتخيلوا بقى علشان الحق الساعه 8 الصبح المفروض اصحى الساعه كام. رحت اول حاجه حطيت بنزين طبعا علشان العربيه مش هتمشي من غير بنزين، ده شيء منطقي جدا. ويلا بينا بقى ناخد طريقنا في الشوارع بتاعتنا الجميله. زي ما انتم شايفين بحب اصور لكم شوارع بلدي قوي، بحب استمتع بيها كمان وانا ماشيه علشان افسحكم معايا وانتوا قاعدين في مكانكم، انتوا بتتفسحوا وانا كمان بتفسح معاكم. فيلا بينا نقضي اليوم. وطبعا انا بصور لكم علشان انا باخدكم معايا في كل مكان علشان تتبسطوا وانتوا في مكانكم وتستمتعوا، وكمان احفز لكم الدوبامين وتاخدوا جرعه تحفيزيه بعدها تقوموا تخلصوا اللي وراكم. فاول محطه عندنا هي ان احنا نروح نحضر محاضراتنا اللي بتعلمها علشان افيدكم برضو في المكان التاني، وهفيدكم ان شاء الله طول العمر. ادعوا لي ربنا يوفقني في اللي بخطط له وكمان ينجحني علشان اقدر اساعد الناس كلها زي ما دايما بحلم وبتمنى. وطبعا لازم اصور لكم النيل بتاعنا، اي حاجه بعدي عليها لازم اصورها لكم واحنا عدينا على النيل. واول حاجه هي اول محاضره، وطبعا علشان انا كنت شربت قهوتي فكنت مصحصحه قوي علشان اركز في المعلومات واسجلها وافيدكم. واهلا بيكم، حبيت اسلم عليكم بنفسي وانا مركزه في قمه تركيزي، مش في قمه تركيزي قوي يعني، كنت مركزه معاكم وانا ببص لكم، بس رجعت تاني لقمه تركيزي وبدات اكتب واسجل كل الملاحظات علشان مفيش حاجه تطير مني، لان طبعا بعد ما خلصت رحت على شغلي. وطبعا لو انا مركزتش وما سجلتش مش هفتكر اي حاجه خالص. نزلت بسرعه جري جري ورحت على الشغل. طبعا كان عندي شغل بره السنتر النهارده، وبرضه عديت على النيل تاني. الحمد لله طريقي كله النهارده كان كورنيش، فكورنيش بنعدي على النيل على طول. وطبعا انا عارفه ان في ناس بتتفرج علينا من بره مصر فما بيبقوش عارفين الشوارع قوي، فبحب اصورها لكم علشان كمان لما تيجوا تزورونا ان شاء الله تبقوا واخدين فكره عنها. بعد كده خلصت شغلي وروحت. بما ان انا كنت المفروض اذاكر شويه وبعد يوم طويل، انا لو ما كافئتش نفسي هحس بالملل والتعب وممكن ادخل في مود اكتئاب، واحنا ده مش عايزينه. بما ان انا اصلا بدربكم ان انتوا ما تدخلوش في المكان ده او في المنطقه بتاعه الاكتئاب وبحاول اخرجكم منها، فانا لازم ادربكم. فجبت لنفسي النهارده حاجه حلوه علشان احفز نفسي واكافئ نفسي انها استحملت معايا اليوم، وبعد كده بدات اذاكر. وطبعا ما تنسوش ان انتوا لازم تتابعوني عشان تستنوا المغامرة التانية ومغامرات كل يوم مع بعض ان شاء الله.